ويندم اوتيل اكبر فرنشايز عددا في العالم، اكبر شركه لاداره العلامه التجاريه للفنادق اللي هو الفرنشايز يعني في العالم. مين ويندم اوتيل؟ شركه في الولايات المتحده الامريكيه، ده مقرها، وتاسست 1981 في دالاس تكساس، شركه امريكيه. ايوه، ايه علاقته باللي انا عايز اقوله لك النهارده؟ لا، ركز معايا، لان المشروع اللي انا هقوله لك النهارده هو مشروع مش موجود لا في غرب القاهره ولا في شرق القاهره، مشروع ليه كواليفيكيشنز خاصه بيه كده، وعوامل بتقول ان ده هيبقى من الاستثمارات الناجحه جدا لمكانه. هنشرح اللوكيشن، للشراكه اللي عاملها في الاداره والتشغيل مع ويندم اوتيل، لحاجات كتير جدا، لتفاصيل كتير جدا محتاجك تركز فيها معايا في هذا الفيديو. تعال نتعرف الاول على مين ويندم وايه اهميته وورلد وايد، واول مره ينزل مصر في مشروع كبير قريب جدا من المتحف المصري. وركز معايا قبل ما اشرح لك مين هو ويندم. احنا كانت مشكلتنا في القصه بتاعه الغرف الفندقيه دي في 3 حاجات يعتبر، او في حاجتين. لو عندي اوتيل انا واثق فيه، وركز في كلمه انا واثق فيه، يعني فعلا هو اللي هيدير المشروع، بس سعر غالي جدا عليا كغرفه فندقيه. والمشكله الثانيه اللي احنا وقعنا فيها واللي حضراتكم وقعتوا فيها وانا تم التنويه عنها، بتاعه انه لا مش الاوتيل اللي هيدير، لا ده طلع اي كلام وغيره وغيره. فدي مشكله فيتل في الحته بتاعه الغرف الفندقيه دي، لان انت عارف الغرفه الفندقيه لازم اوتيل كبير، كلما زاد الاسم كلما زاد الرنتل انفستمنت او انكم بتاعك. طيب خلينا بقى نبسط الموضوع ده ونشرح تو ديتيلز بالظبط ايه الموضوع بتاع ويندم اوتيل. ويندم اوتيل شغاله في اكتر من 95 دوله في ال7 قارات، اكتر من 9200 فندق تحت ادارتها، عندها كذا براند جوه ويندم ده. اوتيل 7 ستارز، وده اللي هو ويندم جراند، ورمادا ويندم، ودايز ان ويندم، وهنزل لك كل الحاجات بتاعه انت عارف الاول عشان اشرح لك الموضوع ده، عارف سلسله ماريوت اوتيل؟ عشان هندخلها في المقارنه دلوقتي مع بعض زي ما عودتك. ماريوت اوتيل ده اسمه ماريوت بنفوي او سلسله ماريوت، تحتيها بقى سان ريجيس. فكل فندق بيبقى ليه كاتيجوري زي ما بيقولوا كده، من اول 7 ستارز دي اعلى حاجه لحد المتوسط. طب ده ايه علاقته بينا بالشرق الاوسط؟ هل هو نازل يجرب؟ لا، مش داخل الشرق الاوسط يجرب، ده سوق استراتيجي بالنسبه له، لان لو هيجرب هينزل بفندق 2، لا ده نازل في دبي او في الامارات يعني، منهم ويندم دبي مارينا، اوكي، ونازل في السعوديه في الرياض، والرياض وجده عنده حجم مهول من الفنادق هناك في السعوديه، وعمان وقطر والبحرين، وعنده في الشرق الاوسط امبريلا كبيره قوي. طيب